الجامعة الملكية المغربية لكرة الريغبي نظمت عصبة الشرق بطولة جهوية للريغبي بمشاركة فئة الصغار والكتاكيت لنادي أركمان في البطولة الجهوية، وحيث توجه نادي أركمان فتيان وكتاكيت إلى مدينة وجدة، وذلك قصد المشاركة في البطولة الجهوية للريغبي، وأيضا الاستمتاع بالعطلة المدرسية لأطفال شبذان. ووصلت حافلة الجمعية الرياضية لأركمان للريغبي صباح اليوم للمشاركة في البطولة لموسم 22 و2023 و2000، وهذه بعض ارتسامات اللاعبين على محياهم من المدرجات والنزول إلى أرضية الملعب من أجل لعب مباراة في الريغبي والاستمتاع باللقاء أكثر والاحتكاك مع المنافس. وكانت مباراة محتدمة بين الفريقين، وكانت مباراة ممتازة جدا بين الناديين المتباريين. المباراة قد سادت فيها الروح الرياضية من جانب الفريقين، وكانت سجالا بين الفريقين المتباريين على أرضية الملعب، ومنع المهاجمين من تسجيل الهدف. وكانت مباراة الريغبي صراعا بين الفريقين، ومباريات الريغبي يكون فيها دائما الصراع البدني والجسدي من أجل تسجيل الهدف والاندفاع دائما إلى الأمام. وهنا بعض الأهداف المسجلة من النادي لأركمان لكرة الريغبي. وهذه المباراة كانت صراعا بدنيا وقوة جسدية من أجل اختراق الدفاع للخصم وتسجيل أكبر عدد من الأهداف. ويظهر ذلك أن لاعبي أركمان يمتازون بالقوة الجسدية وروح القتال، الشراسة والاندفاع الأمامي من أجل الانتصار ومن أجل الفوز في هذه المباراة التي كان فيها الإمتاع.